قالها الماجيك في الاستوديو: مكانه الأطراف وفي العمق يضيع. نصيحة من أساطير التحليل بدت كحكم نهائي، لكن الصنبة البرازيلية لا تعترف بقوانين المنطق، بل تعترف فقط برقصة الشباك. في ليلة ظن فيها الجميع أن جوهرة التيك توك لامين يامال سيحسمها، اصطدم البارسا بجدار أوساسونا العظيم، غاب السحر وتكسرت العروض، وكادت القمة أن تفلت من بين أصابع هانزي فليك. وهنا ظهر المنبوذ سابقا: رافينيا لم يسجل فقط، بل مزق دفاتر التاريخ. يا سادة، الرقم 37 لم يعد مجرد رقم، لقد تجاوز به أرقام الغزال تيري هونري والرسام إنيستا. هل رأيتم لاعبا يركض في الظل ليصنع النور للجميع؟ البعض يسرق الكاميرات والجوائز الفردية، والبعض الآخر يسرق النقاط والبطولات. أثبت رافينيا أن العمق ليس مركزا في الملعب، بل هو عمق الشخصية التي لا تنكسر. قصة الانقلاب الكاملة، وكيف رد رافينيا على أبو تريكة بالأرقام. التقرير الملحمي بانتظارك في قناتكم عشق كرة القدم.